السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. كنت قاعدة حبيت كده أشوف أسعار الستريبس والفراخ المقرمشة اللي احنا بنحبها من الأماكن المعروفة جدا زي كنتاكي. قلت أشوفها كده عاملة كام. دخلت زي ما انتوا شفتوا كده أسعار خيالية، الباكت ب460، وغير ان الريزو الواحد ب66. قلت لا طبعا انا هقوم اعمله واطلعه بقرمشة احلى منه، وكمان من غير تعقيد، من غير توابل كتير، من غير بهارات كتير، من الاخر اسهل ما يكون. وكمان مش هيكلفني اكتر من 100 جنيه. هعمل اكتر من 6 وجبات هتخليكوا تفرحوا أولادكم، وطعمها جميل، وكمان تغيير عن أيام الدراسة. الأولاد بيبقوا عايزين كل يوم أكلات جديدة وأفكار جديدة. يلا بينا نعمل مع بعض أحلى ريزو بيتي طعمه خطير، وكمان فراخ ستريبس أحلى من كنتاكي بتوابل بسيطة. هعمله كله على فيديو واحد، من أول الرز وكمان الصوص والفراخ. عندي كان صدرين فراخ تقريبا وزنهم 400 جرام، يعني مش مكملين نص كيلو. نقعت الفراخ في ملح وخل وميه وشويه سكر عشان يتغسلوا وينزلوا اي زفاره فيهم. وبعد كده حطيت 3 معالق كبار من البابريكا ومعلقه صغيره من الشطه. دي طبعا اختياري للناس اللي عايزاه يبقى سبايسي، بس هو مش بيبقى سبايسي قوي، بيبقى سبايسي معتدل يعني. وبعد كده حطيت بهار اللي هو تكة بجيبه من اي عطار تسألوا عليه، او بهارات مشكل فراخ تدي بس نكهة لذيذة. وبعد كده عندي معلقة من الملح و3 4 معالق من الهوت صوص. خلوا بالكم ان الحاجات دي مش بتخليه سبايسي قوي، بس اللي خايف يكون سبايسي عشان كمان الاطفال ممكن يشيل الهوت صوص ويحط مكانه معلقة كبيرة كاتشب او معلقتين، ويزود بابريكا علشان تدي اللون. انا بديكوا الخلاصة بتاعت اللي بيخلي لون الفراخ من جوه بتبقى اورنج. هو ده الخليط، من غير ولا لبن ولا اي حاجة. بصوا، توابل موجودة في اي بيت هنطلعها ونعمل بيها. وهقلب كويس جدا. نزلت ربع كوباية من المية. انا عايزة الخليط بتاعي يبقى مركز علشان انا مش هبيته، انا هسيبه بس 5 6 ساعات. اللي عايز يسيبه اكتر من كده يزود شوية مية ويسيبه. اللي عايز أقل حاجة يعني عشان نبقى صادقين 3 ساعات. بعد كده جهزت عندي كيس تلاجة، قلت أنا هعملها أبسط ما يكون. وبعد ما نشفت الفراخ كده وصفتها، هشيل اللي هي الحتة الفلي اللي بتبقى من تحت دي، علشان لما اجي اقطع الفراخ تبقى مظبوطه معايا. الشكل برضو احنا بندور ان الولاد يلاقوا الحاجه مظبوطه وشكلها لذيذ علشان يحبوا الاكل بتاع البيت ويشوفوه كمان احلى من بتاع بره. زي ما انتم شايفين الفلي ده بيبقى طري جميل قوي. الفلي ده لما بيتعمل خلاص كده انا ظبطت الفراخ عندي، هبتدي اقطعها تقطيعة ستريبس. تقطيعة الستريبس بتختلف من بعض الناس لبعض. انا حبيت اعملها بعد ما بعملها بالشكل الطولي ده باخدها كمان بالنص. في ناس بتسيبها بالشكل ده، انا بحب اعملها سميكة شوية واخليها قصيرة علشان تديني شكل حلو، وتديني كمان قطع لحمة من جوه تبقى كتير، وكده بتديني قطع ستريبس اكتر. دي من الافكار اللي بتخلي البريدنج يبقى بيكبر الفراخ فبتعمل كمية اكتر. وده برضو كنتاكي بيعمله على فكرة، ما بتلاقوش قطع طويلة قوي بطول الصدر هتبقى كبيرة، لكن الوسط دي انا بحبها قوي وبتبقى طعمها لذيذ وكمان بتبقى موفرة. انا حبيت اوريكم الشكل اللي بيبقى بالطول ده بيبقى مزعج ازاي وبيبقى
كتير قوي، لكن لما بتتاخد بالنص بتبقى لذيذة قوي، وفي الاكل بتبقى سهلة، وكمان الاطفال بيحبوا الشكل ده. بعد كده بعد ما قطعتهم حطيتهم في الكيس، والحتة اللي انا قلتلكوا عليها اللي كانت تحت دي قطعتها بالشكل ده علشان احطها في الرز. قطعتها مكعبات صغير علشان احطها عندي. زمان كان كنتاكي بيعمل رز بالقطع الفراخ، فانا حبيت برضو الفكرة دي. هو دلوقتي مبقاش يعمل كده، لكن احنا هنعملها علشان تدي طعم حلو قوي للرز وبيديله شكل جميل. بعد كده عندي هنا في كيس التلاجة هحط عندي بقى التوابل اللي هي صوص النقع بتاعنا، اللي الفراخ هتخلي لونها اورنج منه، هيديها طعم جميل قوي. وهنقفل الكيس كده. اهم حاجة ان التتبيلة تبقى مغطية الفراخ، وزي ما انتم شايفين كده. هو بقى في كنتاكي بيبقى عندهم اجهزه كبيره قوي يحطوا فيها الفراخ، وبتفضل تقلبها في التتبيله، يعني مش بتسيبها كده في التتبيله، لا بتفضل تقلبها. فاحنا هنعمل العمل ده ان احنا هنفضل لمده كده دقيقتين 3 نفضل نقلب في التتبيله عشان توصل لكل الفراخ وتتعمق فيها. وبعد كده ندخلها التلاجة، نسيبها اطول وقت ممكن نسيبها، يعني اقل حاجه 3 ساعات علشان تاخد الطعم المظبوط. بعد كده هنعمل مع بعض صوص السويت شيلي. السويت شيلي بيحتاج عندي هنا اللي هي قرون الفلفل المجففة، بنجيبها من عند العطار. انا خدت كده 3-4، بشيل بس الراس اللي من فوق دي. وكمان لو مش عايزينه يبقى سبايسي ممكن تشيلوا كمان اللي هي البذور بتاعه الفلفل علشان بتخليه سبايسي قوي. انا طول ما انا كنت بعمله كنت بعطس، فنخلي بالنا واحنا بنعمل. ولو احنا مش بنحب السبايسي قوي ممكن نقلل كمية الفلفل يطلع معانا، وممكن كمان نقطعه بسكينة او نفرمه بالسكينة. بعد ما خليته الشكل ده انا عايزاه يبقى كبير. انا هعمل لكم اسهل طريقة. انا دخلت شفت فيديوهات كتير لناس اجانب بتعمله، بيحطوا يغلوا الفلفل وبعد كده يضربوه بالهاند بلندر، حوارات كتير. انا عملت اسهل وصفة ان انا احط الفلفل. انا كل ده لسه ما حطيتوش على النار. وكوباية عندي 1/3 كوباية هنا كده، هحط 1/3 كوباية سكر، 1/3 كوباية من الخل الابيض، 1/3 كوباية من المية، ودي اسهل وصفة. وكمان ربع معلقة من الملح، وهبتدي ارفعهم على النار وابتدي اقلب لحد ما يدوب عندي السكر. شايفين مفيش اسهل من كده. وكمان الناس اللي بتحب السويت شيلي صوص من غير ما يبقى سبايسي قوي يشيلوا البذور بتاعه الفلفل، لان هي دي اللي بتديله النكهه القويه قوي ويكون سبايسي. وكمان في ناس بتستخدم الفلفل الاحمر اللي هو الفريش، بيضربوه او يقطعوه صغير ويحطوه برضو هيمشي معاكم. انا حطيت نص معلقه كده من البابريكا عشان تديني اللون وتديني نكهة برضو حلوة. هقلب كويس جدا واسيبه بقى يغلي على نار وسط كده لحد ما يبتدي يغلي معايا الصوص، وابتدي اعرف ان كده الصوص بتاعي ابتدى يدخل في السوا. طبعا اسهل ما يكون الصوص ده وطعمه بيبقى لذيذ قوي، ده اللي بيكون مع الريزو السبايسي. بعد كده حطيت نص معلقة من التوم المهروس، لو التوم فريش عندكم هو 2 توم بس. وبعد كده حطيت نقطة من اللون الأحمر عشان يبقى لونه قوي، دي خطوة برضو اختيارية. بعد كده حطيت معلقة نشا على معلقتين مية وقلبتهم كويس. بعد كده هبتدي انزلهم على الخليط اول ما يبتدي يغلي. بس اهم حاجة واحنا بننزل النشا تكون ايدينا في الصوص، نقلب 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 عشان ما تنزلش تتكتل في حتة واحدة والصوص بتاعنا يبوظ. دي التكة المهمة في الصوص بتاعنا. هنقلبه كويس جدا 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 ونسيبه بقى يغلي على النار كده حبة حلوين، بس نسيبه على نار هادية علشان الصوص عندنا النشا تستوي، وكمان الصوص عندنا يتماسك ويدينا قوام لذيذ. كده الصوص عندنا بقى جاهز بالشكل ده. انا مش عامله كروب لاي حاجه، انا بديكم الوصفه بهدوء تام ومش بقطع عنكم اي حاجه علشان تاخدوا الوصفه كامله بكل تفاصيلها. وبعد كده بسيب بقى الصوص عندي. بصوا خطير والقوام بتاعه مظبوط بالملي، متماسك، وكمان طعمه لذيذ جدا. انا لما جربته كان طعمه لذيذ قوي. بعد كده عندي هنا بصلة صغيرة، هبتدي اقطعها مكعبات. وهكون بقى انا كده بعمل رز الريزو. هبتدي انزل
مكعب كبير من الزبدة واحط عليه زيت، وهروح انزل بالبصل اللي انا قطعته مكعبات صغيرة، وبعد كده هنزل معايا بقطعة بالفراخ. هما بيحطوا المية ويحطوا البصل، بس انا بحب انزل الفراخ تاخد صدمة الاول قبل ما احط المية، لكن الوصفة عامة بيحطوا المية الاول تغلي ويحطوا فيها البصل ويحطوا الزبدة ويحطوا الحاجة، لكن انا بحب اعمل بالطريقة دي وبتطلع معايا لذيذة قوي وبتخلي النكهة اقوى. وبعد كده هنزل بمكعبين من مرقة الدجاج، مهم قوي. هما بيستخدموا كمية كبيرة قوي من مرقة الدجاج، حتى الناس اللي بتعملها ب6 مكعبات و4 مكعبات، لا هما مكعبين، وعلى حسب كمية الرز. على كل كوباية من الرز هنستخدم مكعب واحد من المرقة. وانا حطيت كمان معلقة كبيرة مليانة من العسل الاسود، انا بحب احطه، بيدي طعم جميل جدا. هما ما بيحطوش بس هو بيدي طعم قوي جدا في الرز. ومعايا معلقتين كبار من الهوت صوص، بيدي طعم لذيذ قوي ومش بيخليه سبايسي، بيديله لون وبيخليه طعمه لذيذ لكن مش بيكون سبايسي. ومعلقتين كمان من الصويا صوص، انا عشان عامله كوبايتين وربع كده من الرز، فهحط على كل كوبايه معلقه ومكعب مرقه. نركز في الحاجه دي عشان لو حد هيعمل كميه كبيره يضاعف اللي انا بقوله. وبعد كده هقلب عندي بقى المكونات، والرز مغسول ومتصفي كويس. وانا زي ما انتوا واخدين بالكم انا عملت كده الرز، هسيبه هقفل عليه النار واسيبه علشان ابدا اعمل في الفراخ، يعني عشان ما نشغلش نفسنا واحنا بنحمر الفراخ، عشان الاتنين يستووا مع بعض. بعد كده الفراخ طلعتها عندي من التلاجة بقى، بصوا اللون بتاعها الجميل، بقت اورنج. هبتدي بقى اجهز عندي الخليط اللي هو بيبقى الكفر بتاعه. حطيت هنا 1.5 كوب من الدقيق تقريبا، اهم حاجة على حسب الكمية نحط دقيق، علشان الدقيق هو العامل المهم، دي من الحاجات التكات المهمة يا جماعة. وحطيت معلقة من البيكنج باودر و3 معالق من نشا الذرة، وكمان نص معلقة من الفلفل الاسود. وهنقلب بقى، ولا هنحط ولا بهارات ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا بابريكا ولا اي حاجة. مهم قوي ان الكفر ده ما يتغيرش لونه، لازم يبقى ابيض، لازم يبقى ابيض. الحاجات دي بتساعد عن الحاجة تتلسع قبل ما تاخد لون بسرعة قبل ما تتحمر. بعد ما حطيت الكفر، حاجات الكفر على جنب، هبتدي عندي هنا حلة ألمنيوم بتوصل كويس جدا الحرارة، بتوزع الحرارة كويس. هنحط فيها زيت، لازم الزيت يبقى عميق. هنسيبها على النار، على نار هادية كده، ونبتدي ننزل الفراخ عندنا في دقيق. انا مش عايزة ان احنا مثلا نتعطل، لازم الفراخ تتعمل في الدقيق تنزل على طول، يعني ما ينفعش تقعد. نيجي هنا بقى لمشكلة الناس اللي بتخزن لما تيجي تطلعها لازم تحطها برضو في دقيق وتعمل اللي احنا هنعمله ده، علشان لما تيجي تحمرها تديها التعريجات المظبوطة. وبعد كده انا ايدي ما بتلمس الفراخ، انا كل اللي بعمله بغلفها كويس جدا جدا بالدقيق. الحركة دي مشهورة جدا، ناس كتير بتعملها وما بيطلعش معاها التعريجات. انا هقول لكم ليه بقى ما بتطلعش معاكم القرمشة. الخطوة اللي جاية هي الحاجات، بصوا تكات بسيطة بس قد ايه بتفرق كتير. انا عملتها اكتر من مرة علشان اطلع لكم اكتر وصفة مظبوطة بالملي. هي دي كده، بصوا عمالة اقلبها، هما كمان بيعدوا 10 عدات وهما بيقلبوا الفراخ. بصوا ابتدت تبقى ليها سمك كده. هبتدي جنبي طبق فيه مية، مش لازم ميه ساقعه، ميه عاديه فتره. هبتدي انزلها بس كده واروح حطها تاني في الدقيق وانزل. انا عملت كده، دول تقريبا 6 قطع. يا ريت برضو ما نخليش في البوله كتير. من الحاجات اللي بتنجح ان احنا نعملها على مهلنا ونديها وقتها، وندي كل قطعه فيها الوقت بتاعها، يعني ما نخليش حاجة تاخد وقت حاجة، او ننزل كذا قطعة مع بعض فالدقيق يبقى قليل. لا، لازم الدقيق يبقى كتير والبولة بتاعتنا واسعة تدينا البراح بتاعنا، ان احنا نقلب كده في الفراخ ونخليها تتغلف كويس. شايفين كده الفراخ عندي بقت جاهزة. هعلي نار الزيت عشان اخليه يغلي كويس، لازم يكون بيغلي. هما بيبقى عندهم مكان كبير كده بيبقى مظبوط بدرجة الحرارة. انا اهم تكة برضو من الحاجات اللي لازم اقولها لكم، ان لازم تعملوها في حلة، لازم الزيت يبقى غزير، لازم الفرخة تبقى متغلفة من كل الاتجاهات زي شايفين التعريجات دي.
اللي هيخليها تتفاعل كويس جدا مع الزيت ان الزيت يبقى كتير، ما يبقاش فيه في الحلة برضو قطع كتير، علشان تاخد درجة حرارة مناسبة وكمان تطلع معانا بالشكل المظبوط. وانا كل ده بسخن الزيت، وما ينفعش ان هي تقعد كتير او نطلعها بره عشان نعمل حبة تانيين، لا احنا هننزلها في الزيت بعد كده نشتغل في التانيين. وبكون مجهزة عندي دي شبكة بصفي عليها الفراخ ما ينفعش تطلع ولا على طبق ولا على مناديل، لازم على الصفاية دي، وبحط تحتيها صينية عشان الزيت. وبعد كده انا ده حطيت في نص الحلة كده زيت. بصوا هنزل، لازم الفراخ تبقى بتغلي كده بالشكل ده. وننزل بقى، انا بنزل بالثلاثة او بالاربع قطع، مش اكتر من كده، لان الحله بتاعتي ما كانتش كبيره. انا عشان اقتصد عملت في حله صغيره وخليتها نصها زيت. لازم الزيت يبقى مغطي الفرخه، وتبقى كل واحده واخده حيز في الزيت براحتها، علشان ما تفقدش الكفر بتاعها، عشان الكفر ما يفكش، عشان الناس اللي بتقابلها المشاكل دي. وما ببدأش اعمل التانيين غير لما اطمن على الفراخ دي. زي ما انتم شايفين، بصوا الكفر، بصوا هي بتتحمر، بتبتدي تقولك انا نجحت الحمد لله، الوصفة كده ابتدت تشتغل. ما بتاخدش يعني 10 دقايق بالكتير، 8-10 دقايق، لان دي ستريبس من غير عظم، فما بتاخدش وقت خالص. ومش بنقلب فيها كتير، نخلي بالنا برضو من حاجة دي. بصوا طالعة بقى لونها خطير. من الحاجات برضو اللي بتنجحها ان دي ما يبقاش فيه ولا بابريكا ولا اي لون، عشان ما تاخدش لون وما تتحمر بسرعة وتبقى من جوه لسه ما استوتش. بطلعها على الشبكة وبسيبها ترتاح تماما، لونها جميل قوي. وبطلع بقية الفراخ وببتدي انزل بقى اللي انا كنت عاملاهم بقية الخليط. هبتدي انزل ورا بعض ورا بعض، ممكن بس نهدي النار شوية عشان احنا عايزين درجة حرارة الزيت ما تبقاش عالية قوي. وده اخر حبة خلاص كده. بصوا كلهم واخدين التعريجات، والدقيق ده اللي عايز يعني ننخله بعد ما بنخلص، وبنستخدمه عادي جدا لو هنعمل تاني ستريبس. وزي ما انتم شايفين اهو كده الفراخ عندي خلاص قربت تخلص سوا. بنتابع، انتوا لو تاخدوا بالكم ان انا في كل مرة ما بزودش عن 3-4 قطع على حسب حجم الحلة. لو عايزين تعملوا كمية اكتر كبروا الحلة، انا الحلة بتاعتي كان مقاسها 18، كبروا الحلة بتاعتكم خلوها 20 عشان تنزلوا فيها مثلا 5-6 قطع، وهتبقى معاكم مرتاحة. او تزودوا الزيت عشان تبقى كل واحدة بتتحمر واخدة الزيت بتاعها كويس، ده اللي بينجح. والتكات بسيطة قوي بس قد ايه بتفرق جدا في الطريقة. بصوا وبهدي النار ما بين واحدة بالتانية، مثلا لما اجي اطلع بهدي النار واروح معليها تاني. بصوا بتغلي، لازم تنزل تغلي علشان تطلع معانا بالشكل الجميل ده. والتعريجات دي خطيرة. هبتدي بقى اسوي الرز عندي، شغلت عليه النار وانا بحمر كده، شغلت عليه النار عشان يرجع تاني يسخن. لازم الرز يكون يسخن معانا علشان يبتدي لما ننزل عليه المية دافية مش سخنة قوي، لازم الرز يكون سخن. هنزل على كل كوباية من الرز كوباية مية، يعني هنستخدم كوبايتين رز نستخدم كوبايتين مية، هستخدم 3 يبقى 3، 3.5 يبقى 3.5، يعني نفس الكمية مية لحد ما يتغطى عندي الرز بالشكل ده. وهبتدي اقلب بس كده، شايفين اللون الجميل ده؟ هبتدي بس اقلبه وهغطي عليه اول ما يبتدي يغلي، يعني مش هغطي عليه دلوقتي، هستنى اما يبتدي يغلي عندي هسيبه يغلي وهرجع تاني. برضو بصوا للفراخ، مفيش ولا طاسة عندك بتاخد لون اكتر من التانية وفي نفس الوقت بتاخد الشكل مظبوط. اول ما تعمل الشكل ده ويبقى لونها ذهبي تاكدوا الحمد لله ان الفراخ هتطلع معاكم مظبوطه. واول ما الرز عندي ابتدى يغلي هنزل عليه غطا واسيبه بقى يغلي على مهله. واول ما يبتدي يغلي وياخد كام غلوه هنخليه شمعه، يعني اقل حاجه خالص على النار. وبعد كده سبت الفراخ عندي اهي بتتصفى من الزيت. اسمعوا بقى صوت القرمشه. بصوا اللون الخطير، بصوا التتبيلة كمان، اللحم بيدوب وطعمه خطير، ولا بتشد ولا ناشفة، طعمها خطير. والفراخ بصوا لازم تجربوها، اكيد احلى وصفة ممكن تجربوها. بصوا حبيت اطمنكم، بصوا الكمية وصورتها لكم كلها،
بصوا ما بيقعش من عليها البريدنج خالص، التتبيله اللي بره قويه جدا وما بيقعش عليها، وكمان مقرمشه وماسكه في الفراخ، وكل المواصفات اللي انتوا بتتمنوها هتلاقوها في الوصفه دي. بصوا بقى شكلهم على الشبكه كده. وهنعمل مع بعض بقى صوص الريزو اللي هو بيبقى جاي معاه. هحط معلقتين من الباربيكيو صوص، وهحط كمان معلقتين من التشيلي صوص، وعلى حسب برضو الرغبة. اللي مش عايزه يبقى سبايسي بيحطوا بس باربيكيو صوص اكتر من التشيلي بس بيديله طعم كده، وسكر كده بيبقى طعمه حلو قوي. وهو عشان لاذع كده ومسكر وسبايسي بيبقى طعمه حلو قوي كمان مع الباربيكيو صوص. كده الصوص بتاعنا بقى جاهز علشان نزين بيه الطبق بتاعنا. وكمان الرز بعد تقريبا 25 دقيقة، انا ما رفعتش عليه غير بعد ما اتشرب. هرفع الغطا اشوفه زي ما انتم شايفين كده كل حباية مستوية، وكمان مش معجن مفلفل. وطبعا طبعا ريحته خطيرة، لازم تشموها وجربوه طعم الريز. حابة اكد لكم بصوا القرمشة، الصوت بتاعها بجد كانت قرمشة مظبوطة. بصوا والتتبيلة واصلة لكل جزء، والكفر بتاعها قوي ما بيقعش. كل ده لو انتوا مشيتوا بنفس الطريقة هيطلع معاكم، ويطلع معاكم احلى كمان من كده. والفراخ عندنا كفاية ان احنا ضامنينها ان هي من البيت. بصوا كمان الفراخ اللي كانت في الرز بيبقى طعمها خطير، والرز كمان كده اعملوها للاولاد هينبسطوا قوي. بعد كده بقطع بقى قطع فراخ ونقدمها بنفس اسلوب المطعم. انا جبت طبق تقديم عندي كبير، وحطيت قطعت فيه 3-4 قطع ستريبس، وهبتدي اوزعهم بالشكل ده علشان يدوا نفس شكل الريزو، وبل احلى كمان من الريزو اللي احنا بنجيبه من بره، اللي طعمه مش مضمون، مش عارفين المكونات بتاعته. لا ده احنا عاملينه في البيت. وكمان هوزع كمان صوص الريزو. يا سلام بقى على الرز وحلاوته مع الصوص مع الفراخ. أكلة بجد بجد الأولاد هينبسطوا قوي لما يرجعوا يلاقوكي عاملاها من المدرسة، وطعمها خطير، لازم تجربوه. والستريبس كمان الشكل بتاعه خطير. ممكن تعملوا الستريبس لوحده، تعملوه في ساندوتشات، ممكن تعملوه في عيش تورتيه، تعملوه زي الراب كده، يبقى طعمه خطير قوي. الأكلة كلها بتتكلم، مش محتاجة أن أنا أتكلم عنها. طعمها خطير، الستريبس خطير، وبنعملها في البيت أحلى وأضمن وأوفر. وكمان سويت شيلي صوص تحفة. يا ريت ما تنسوش اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وشكرا جدا لمتابعتكم.